السلام عليكم، اهلا بكم. معاكم تامر زينهم من نيو انرجي للمركبات الكهربائيه. النهارده هنقدم لكم الشركه القويه فولكس فاجن بعائلتها اي دي 4 اكس. اي دي 4 اكس عيله بتتكون من 5 فئات، اعلاهم اي دي 4 اكس برايم اللي احنا جايين نتكلم عنها النهارده. اي دي 4 اكس اس يو في كروس اوفر 4 ويل درايف. خلونا نشوف ايه امكانياتها وايه مميزاتها. طولها 461 وعرضها 186 وارتفاعها بيصل ل 164 وارتفاع باطن السياره عن الارض 19 سم. وزن العربيه في الفئه اللي معانا 2250 كيلو. طبعا ده بيدي العربيه ثبات غير عادي. العربيه اي دي 4 بتيجي ببطاريه حجمها 83.4 كيلو واط. ده بيخلي رينج العربيه 520 كيلو متر للشحنه الواحده. موتور الاي دي برايم هو مكون من عدد 2 موتور. الموتور الامامي 80 كيلو واط بمعدل 107 حصان، والموتور الخلفي 150 كيلو واط بمعدل 200 حصان. وهنا الموتورين ادائهم مع بعض بيساعد تحسين آلية الجر لقوة الدفع الرباعي باجماليه بتصل ل 307 حصان. 460 نيوتن متر عزم الدوران. اي دي 4 اكس بتقدم لك نفسها بشخصية رياضية راقية مع انسيابية وتناغم ما بين مقدمة العربية والمصابيح الأمامية. النهاردة اي دي 4 بتقدم لك مصابيح ليد، سوفت ليد. عايز اوريك حاجة، تعال بص هنا. شايف الكشاف ده؟ الكشاف دوت ليد اوتوماتيك. لو بصيت عليه هتلاقي الشكل جايب العين. الكشاف دوت بيشتغل معاك مع حركة الإشارة بتاعتك. انت رايح يمين او داخل شمال الكشاف بيتحرك اوتوماتيك، ودي خاصية من الخاصيات اللي بتمتاز بيها اي دي 4 اكس. وهنا هتلاقي عندك شريط ليد اضاءة مستمر واصل ما بين الكشاف وماشي مع خلفية شعار فولكس فاجن اللي بيدي اضاءة بشكل مختلف بالليل. الشكل الامامي ده بالليل بيبقى ليه شخصية مختلفة عن النهار. اما بالنسبة للشكل الجانبي فانت عندك النهاردة في شيء مختلف شوية. المقابض نوعها مختلف. انت اولا في انسيابية المقبض مع الجنب بتاع العربية، وفي حاجة تانية كمان. انت في المنظر دوت انت متعود ان انت هتفتح العربية فالميكانيزم بتاع اليد هيترفع معاك. اي دي 4 المقبض بتاعها اوتوماتيك، فبتقدر تفتحه من غير اي ميكانيزم. هي زي ما انت سامع اوتوماتيك. زي ما احنا شايفين في خط انسيابي جميل جاي من الفانوس الخلفي وبينتهي مع مقدمة العربية، وده بيحافظ على نفس الروح الرياضية اللي موجودة في الشكل الامامي، وبيحافظ على جمالها وشخصيتها اللي موجود. اما بالنسبة للمرايات فهي مرايات ضم وموجودة فيها خاصية البلاد ايز. من المواصفات المهمة برضو في الاي دي 4 اكس الجنوط الامامية 20 والخلفية 21، وده السيفتي بتاع العربية والمواصفات اللي نازلة بيها كده. ومن الحاجات الجميلة اللي احنا شايفينها ان الجنوط سبور ومزج ما بين اللون الاسود والسيلفر، وطبعا شعار فولكس فاجن اللي موجود في المنتصف اللي بيزيد قيمة وجمال للشكل الخارجي. الجزء الخلفي تم الاهتمام بيه بشكل جيد، نفس الفكرة والموجودة في المقدمة. فهنا زي ما احنا شايفين السوفت ليد موجود على الجوانب مع شريط الليد اللي موجود خلف العلامة الخاصة بشعار فولكس فاجن، وده بيدي نفس الروح والشخصية اللي موجودة قدام. هنا عندنا المصد الخلفي واخد لون الاسود اللي مدي طابع وجرأة وشخصية للعربية من الخلف. طبعا العربية ديت موجود فيها الستنسورز وكاميرات خلفية
وكاميرات اماميه. من المميزات الجميله اي دي 4 اكس برايم ان هي بتمتاز برفاهيه من الداخل والخارج. لو انت محمل ومعاك شنط كتير بتقدم لك خدمه الستنسورز اللي بيقدر يساعدك على ان انت تحل المشكله ديت. الشنطه ساعتها 484 لتر، ولو قفلت الكراسي بتوصل ل 1546 لتر. في مساحات اضافيه للتخزين موجوده عندنا هنا زي ما احنا شايفين بالسعه ديت، وبرده هنا كمان في مساحه للتخزين العدد والادوات بتاعتنا. وبالمناسبه دي شواحن العربيه المنزليه السريعه 32 وكابل المحطات السريعه، ودي من انتاج نيو انرجي. بتحط حاجتك واغراضك كلها وتخلص اللي انت عايزه ويا دوبك لمسه زرار. اما بالنسبه لعمليه الشحن، هنا نقطتين شحن العربيه حسب رغبتك، زي ما انت عايز تشحن AC او DC مفيش مشاكل. لكن عايز اقول لك معلومه، لو عايز تشحن عربيتك AC فانت هتشحنها في 10 ساعات بدءا من 20% لغايه 100%، ده على 32 امبير. اما لو عايز تشحن DC اللي هو الشحن السريع تقدر تشحنه في 45 دقيقه على قدره 125 كيلو واط. بشكل عام لو اتكلمنا عن ID4 X برايم هنلاقي انها الفئه المميزه لدى فولكس فاجن بالانسيابيه وتناسق الالوان اللي موجود وجمال السقف البانورامي اللي فيها والسلاح اللي موجود على جانبي السقف من النيكل كروم. ID4 X هي الفئه المدلله لدى فولكس فاجن. ID4 X امر مختلف، منافس قوي. خلونا نكمل ونشوف امتيازات ومميزات ID4 X من الداخل. هنتكلم عن الشكل الداخلي. بالنسبة للباب زي ما احنا شايفين اغلب الباب سوفت من الجلد، وهنا في خياطة تحس ان هي كأنها هاند ميد. طبعا مع البلاك بيانو ومجموعة الازرار والتحكم الخاصة بالسنتر لوك والشبابيك كله تاتش، مفيش حاجة ضغط. هنا وحدة التحكم في الإضاءة والحرارة للإزاز الخلفي، وبرضو بيمتاز ان كل الاستخدامات اللي فيه تاتش. بالنسبة للتابلو هتلاقي نفس الفينش اللي موجود في الابواب، الجزء العلوي اللي موجود في الابواب بينتقل على التابلو. الجزء السوفت اللي هو في متناول ايديك دايما هتحس بيه ان هو قريب منك، وده مديك احساس شوية بجمال وجودة العربية وفخامتها. اما الاجزاء البلاستيكية اللي هي برضو تعتبر من النوع الجيد وفي كونتراست جيد جدا ما بينها وما بين السوفت، هتلاقيها بعيدة خالص عن متناول ايديك. ID4 من اهم مميزاتها في الصالون الداخلي ان كل حاجة باللمس. المالتي فاكشن دركسيون حتى الزراير اللي موجودة فيه كلها باللمس. طبعا وحدة الاصوات زي ما احنا شايفين مجرد ان انا لمسته اشتغل. عندنا في تقدر عن طريق البرنامج اللي موجود في ID4 ان انت تتكلم معاه وتدي الاوامر صوتيه، بيشتغل معاك باوامر صوتيه. وفي الناحيه الشمال موجود مثبت السرعه، وموجود وحدات البحث الخاصه بالراديو. شاشه العدادات هي شاشه ديجيتال، بتقدر من خلال الاوبشن اللي موجود في العربيه تغير من الخلفيه وشكل العداد لاكتر من وضع. اما بالنسبه لشاشه التحكم وهنا اللي خاصه بكل شيء بالعربيه، العربيه كل حاجه فيها تاتش زي ما احنا شايفين. بالنسبه للتكييف لو احنا عايزين نشغل التكييف هنخش على التكييف، هنشغل التكييف بتاعنا من خلال اللوحه. انت تقدر تتحكم في درجه الحراره اللي موجوده على كرسي اللي بجوار السائق، وتقدر تتحكم في درجة الحرارة اللي خاصة بيك، وتقدر تخلي الاتنين واحد. هنا زي ما انت شايف بتقلل من درجة الحرارة عندك، وعنده هو عادي مفيش مشاكل يقدر يزود، او تقدروا انتوا الاتنين تكونوا حاجة واحدة. ودي من الحاجات المميزات اللي جميلة. طبعا وضعية التكييف والتكييف وحركة الهواء في قلب العربية
كل ده اوبشن موجود عندك. ده بالنسبة للتكييف. اما هنا بالنسبة لعمليات التدفئة، هل محتاج ان انت تدفي نوع التدفئة يكون جاي لك من اسفل الصالون ام عايز تدفئة من فوق؟ وفي خاصية كمان لتدفئة طارة العربية. من الحاجات الجميلة اللي موجودة عندنا ان العربية ملهاش فتيس هنا. طب هو فين الفتيس بتاعنا يا جماعة؟ موجود هنا اهو. ايوه هو ده. بص، لو بصيت معايا هنا على الداشبورد بتاعت العداد هتلاقي وضعيات النقل الحركة اللي موجودة، واللي احنا نقدر من خلال ضغطة بسيطة نبدأ نتحرك بالعربية او نقف او نرجع لورا. طبعا الكاميرات الامامية والخلفية بتشتغل معاك على طول، زوايا الرؤية 360 درجة، بتقدر تشوف الجوانب وبتشوف من الامام وبتشوف من الخلف حسب ما انت عايز وحسب ما انت حابب. وده طبعا بيساعدك ان انت تقدر تخرج بالعربية بشكل امن من اي مكان ومن اي وضع. عندنا كمان من الاوبشن اللي موجود الاسيست، اللي هو انظمة الحماية اللي خاصة بالعربية. بتقدر من خلالها تحدد المدى اللي تقدر يكون ما بينك وما بين العربية، ان انت ممكن يجيلك الارم لو في حد قرب عليك من الجنب، او تلتزم انت بالجنب الخاص بيك، السرعة اللي انت تقدر تمشي عليها، والمدى اللي ما بينك وما بين السيارة الامامية او السيارة الخلفية. ده اوبشن موجود في ID4 X برايم. هنا عندنا فيكل بنخش عليها، هنا بيبقى في زي تقرير شامل وخاص بالعربية من الداخل زي ما انت شايف ومن الخارج. الداخل تقدر تشوف او تقدر تتحكم في اي حاجة موجودة فيه. مثلا احنا عندنا فيه internal lighting، نخش من خلال الانترنال لايتنج تقدر تتحكم في درجة الضوء وارتفاعه. عندنا السمارت لايت برضو بنقدر نتحكم فيه. من الحاجات الجميلة اللي موجودة في الاي دي 4 اكس برايم الامبيانت لايت، لما بتخش جوه من خلاله بتقدر تتحكم في درجات الالوان والاضاءة اللي موجودة من الامبيانت لايت اللي مستخبي داخل السيارة من جوه. وطبعا بيديك حرية الانتقال والتنوع والتغيير من لون للون زي ما انت عايز. برضو من الحاجات اللي موجودة عندنا هنا هوت التدفئة. كراسي بتاعتنا بتمتاز بالتدفئة. الكراسي الأمامية بتقدر تقوم بعملية التدفئة للكرسي، وأكتر من وضعية بتوصل ل3 وضعيات من التدفئة. بتقدر تتحكم في الكرسي بتاعك والكرسي اللي هو بجوار السواق. من ضمن الحاجات الجميلة اللي موجودة في الاي دي 4 اكس برايم المود، الا وهي وضعيات القيادة. بالنسبة للوضع الايكو مود هو الوضع الاكثر توفيرا للطاقة، اما الكونفورت هو بيكون يعني بيستهلك جزء بسيط من الطاقة. طبعا السبورت مود دوت بيستهلك بشكل كبير، وبيكون استخدامه في اوقات او في فترات محدودة. عندنا التراكشن ده بيكون نظام اعلى من السبورت مود. اما اخر حاجة عندنا اللي هو كاستم مود، ده وضعية انت بتختارها بنفسك، بتخش تحط الحاجات اللي انت محتاجها واللي انت مش محتاجه، او بمعنى ادق هو ميكس من ال4 انظمة اللي اتكلمنا عنهم. لو انت حابب تعمل نظام خاص بيك انت لوحدك، امتى العربية تتصارع وتشتغل معاك، امتى توفر طاقة، امتى عايزها تتجاوب بشكل قوي، امتى عايزها تكون ادائها اداء عادي. بالنسبة لوحدات التخزين اللي موجودة عندنا داخل العربية، فاحنا عندنا اكتر من وحدة تخزين جيدة.
طبعا هنا اهوت دي وحدة تخزين وفيها وايرلس، شحن وايرلس للموبايل، 2 يو اس بي، وفي كاب هولدر، وفي مكان للشحن الخاص بمفتاح العربية. دي وحدة. وفي عندنا المسند الوسطي اللي موجود في العربية، ده فيه وحدة تخزين، ووحدة التخزين ديت بتقدر منها تبرد لك بعض الحاجات المشروبات. لما بتشغل التكييف وانت مشغل التكييف بتتحول لوضعية التبريد، او بتقدر من خلالها تبرد لك المشروبات واي حاجة انت تقدر تخزنها فيها تحافظ لك عليها. عندنا وحدات تخزين في جوانب الابواب، ودي وحدات تخزين جيدة تقدر تحط فيها ازايز مية او اي حاجة خاصة بيك. وعندنا وحدة التخزين اللي موجودة في التابلو، وزي ما احنا شايفين وحدة تخزين مساحتها كبيرة جيدة، مناسبة للعربية ان هي تكون عربية عائلية بوحدات تخزين بالشكل الجيد دوت. من ضمن المميزات الجميلة اللي عندنا زي ما قلنا ان كل حاجة تاتش. برضو السقف البانوراما بتاعنا تاتش. الستارة زي ما احنا شايفين تقدر تفتحها بلمسة بسيطة جدا، بتفتح الستارة ويبان السقف البانورامي بالجمال والروعة اللي احنا شايفينها ديت. وبلمسة بسيطة زيها برضو بتقدر تفتح السقف البانورامي بمساحة مناسبة جدا وجيدة جدا. خلونا نبص ونتفرج على المقاعد الخلفية اخبارها ايه ومدى الراحة فيها هيكون عامل ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين يعني الموضوع يعتبر الى حد ما مريح، والمسافة تعتبر جيدة. وبالنسبة للسقف المسافة برضو كويسة. المنطقة اللي في النص ما فيهاش نفق فتيس، فده ممكن يساعد على ان في 3 افراد بس طبعا من الحجم اللي هو شوية اقل يقعدوا مستريحين. ورجعنا لكم تاني باختبار القيادة لاي دي 4. اي دي 4 مستوى من الرفاهية في القيادة. طبعا مش هنتكلم على الدركسيون الباور كهرباء لان ده اصبح دلوقتي بالنسبة لنا امر عادي، لكن من الاوبشن والحاجات الجميله اللي موجوده مثلا عندنا عداد السرعه اللي هو موجود هنا عندنا على الداشبورد. انا مش محتاج ان انا اشوف عداد السرعه على الداشبورد هنا لانه ظاهر عندي على الازاز. يعني انا شايف ان اهو من غير ما انا ابص على العداد ده انا شايف ان السرعه بتاعتي 16 كيلو، وان الحد الاقصى اللي انا اقدر امشي عليه هو 50 كيلو. طبعا ده اوبشن ومستوى رفاهيه جيد جدا بيخليك طول الوقت مركز على الطريق بتاعك. طبعا عندنا الشاشه زي ما احنا شايفين الريزولوشن بتاعها عالي جدا، واللي الكاميرا بتسجل لك الطريق، بتوريك اي حاجه ممكن تقابلك او اي عقبات ممكن تقابلك تقدر تتفاداها بشكل سلس وبسهوله جميله جدا. طبعا انت هنا في الحاله ديت انت ماشي لو وقفت مثلا وحابب ترجع بظهرك لورا بتقدر تدوس بشكل بسيط كده وبتقدر ترجع تظبط نفسك وترجع لورا بشكل طبيعي جدا وعادي زي ما احنا شايفين. مش محتاج ان انت تعمل اي حاجه، عايز تطلع لقدام هتطلع وتقوم مرجع الكاميرا تاني وتكمل بشكل طبيعي جدا. طبعا من الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عليها مستوى الامان اللي موجود في الاي دي 4 اكس برايم. اي دي 4 اكس برايم فيها 10 اير باج. ال10 اير باج موجود على التابلو والجوانب بتاعت الابواب والكراسي الخلفيه. طبعا ده مستوى من الحمايه جيد جدا جدا لكل مستخدمي وكل ملاك الاي دي 4 اكس برايم. زي ما احنا برضو سامعين مستوى العزل بتاع العربيه اعتقد ان هو بشكل جيد جدا. خلونا نفتح الازاز. احنا يعني سامعين يمكن عشان بعيد شويه عن الدوشه لكن في صوت طالع من بره. هنحاول ان احنا نقفل تاني. طبعا هنا من المميزات برضو فتحه السقف لو قفلناها عشان نشوف مستوى العزل عامل ايه معانا. انت انفصلت بشكل تام عن العالم اللي بره. مجموعه الساوند سيستم هنا مجموعه قويه جدا زي ما احنا شايفين، بتقدر تتحكم عن طريق التاتش، تعلي الصوت بصباعك زي ما انت. من ضمن المميزات اللي عندنا الستنسورز الامامي والخلفي اللي احنا كنا شفناها على الشاشه بتاعتنا
اللي بتحميك من فكره التصادم، ان انت لو قربت من اي جسم بمسافه اللي انت محددها على الشاشه العربيه بتقف بشكل اوتوماتيك. من الحاجات الجميله اللي موجوده عندنا هنا برضو البلاد ايز، زي ما احنا شايفين في جنب المرايه في لمبه صفراء هنا ولمبه صفراء في اليمين. اللمبه ديت بتديك الارم لو في اي حد جه من جنبك في النقطه العاميه وانت مش شايفه، بتنور لك على طول وتديك الارم ان في حد او في جسم غريب موجود معاك في الطريق. بالنسبه لعمليه التسارع، طبعا احنا عارفين ID4 التسارع بتاعها قوي جدا، لكن للاسف الشديد احنا مش قادرين نجربه هنا بشكل واضح، لان احنا زي ما احنا شايفين كده في كومباوند، وطبعا بنحاول ان احنا نكون ملتزمين بشكل كبير بالرولز بتاعت الكومباوند اللي بتمنعنا ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهارده، وانتظرونا الحلقه الجايه مع انترفيو مع احدى ملاك ID4X برايم. فإلى اللقاء، نشوفكم على خير. New energy, own the future.